ينصره. لماذا تحولت منشأة فوردو النووية في إيران إلى بؤرة الاهتمام الدولي بعد تقارير عن عملية عسكرية لاستهدافها؟ وكالة تسنيم تزعم إسقاط مقاتلة F-35 الإسرائيلية وسط نفي إسرائيلي وأمريكي. ما هي حقيقة الأمر؟ وانتقادات لباسم يوسف بعد منشور له يشكك فيها بهزيمة إسرائيل في حربها ضد إيران. برنامج إيران النووي بالنسبة لإسرائيل فهي تحشد استخباراتها وقدراتها العسكرية وحتى تصريحاتها حول إمكانية استهداف منشأة فوردو النووية. أما طهران فقد أعدت نفسها لهكذا يوم، فهي ترى في منشأة فوردو رمزا لرغبتها في حماية برنامجها النووي الذي صمم ليصمد أمام هجوم مباشر، مع الحفاظ على عدد كاف من أجهزة الطرد المركزي واليورانيوم عالي التخصيب يمكنها من إنتاج سلاح نووي محتمل أو تنفيذ ما يعرف بالاختراق النووي. الحديث عن منشأة فوردو كثر على لسان المسؤولين الإسرائيليين، فقد أشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى قدرته على إزالة التهديد الذي تشكله منشأة فوردو النووية الإيرانية بحسب تعبيره. كما أكد وزير الدفاع إسرائيل كاتس على أن هناك وجوبا للتطرق إلى مسألة هذه المحطة. فأين تقع مشاهدينا فوردو وما هي أهميتها وما الذي يجعلها عصية على الهجمات الجوية؟ يرتبط اسم هذه المنشأة بالقدرة على تخصيب اليورانيوم الذي يمكن استخدامه لصناعة رؤوس نووية، وهي طبعا ثاني أكبر موقع نووي في إيران. تقع على بعد نحو 100 كيلومتر عن جنوبي غربية طهران ونحو 30 كيلومترا شمال شرق طبعا مدينة قم. تعد أكثر المنشآت النووية تحصينا في إيران، إذ بنيت داخل مجمع أنفاق في منطقة جبلية. هذه صورة حديثة التقطتها الأقمار الاصطناعية للموقع النووي بتاريخ 14 من حزيران يونيو عام 2025، وذلك على عمق يقدر بنحو 80 مترا تحت سطح الأرض. تضم المنشأة قاعتان لتخصيب اليورانيوم مصممتان، 3000 جهاز طرد مركزي موجود فيها، وذلك بحسب ما قالته أو بحسب ما ذكرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إيران واصلت تطوير قدرات هذه المنشأة، ومع تعثر مفاوضات الملف النووي بدأت بتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 60%، علما أنها نسبة قريبة من المستوى المطلوب لصنع الأسلحة النووية وهي 90%. وفق تقييم حديث صادر عن معهد العلوم والأمن الدولي، تستطيع إيران إنتاج أول 25 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب المستخدم في الأسلحة في غضون 3 أيام في منشأة فوردو. إلى الآن استهدفت إسرائيل بالفعل منشآت نووية عدة. هذه صورة لموقع أصفهان التقطتها الأقمار الاصطناعية منتصف آيار مايو، كما التقطت صورة أخرى لنفس الموقع وتظهر طبعا في هذا الفيديو تظهر أضرار في واحد من الأبنية بنية الموقع جراء القصف الإسرائيلي. لكن استهداف موقع فوردو الحصين لا يكون بنفس السهولة، إذ أن قنبلة GBU 75 هي قد تكون القنبلة الوحيدة القادرة على اختراق أهداف عميقة تحت الأرض، يبلغ وزنه أكثر من 13 طنا، وأيضا طائرة B2 الوحيدة القادرة على حمل والقيام بعملية إطلاق لهذه القنبلة. إسرائيل لا تملك أي من القنبلة هذه ولا حتى الطائرة، بل فقط الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعني تدخلا مباشرا من قبل واشنطن في حال القرار بتحقيق إصابة بالغة لمنشأة فوردو. كانت إيران قد ردت على التهديدات بقصف منشآته النووية بقصف صاروخي كبير منذ يوم بداية التصعيد. استهدفت مدنا إسرائيلية مثل حيفا، تل أبيب، أوقعت عددا من القتلى والجرحى ودمارا في منشآت مدنية وعسكرية.
تداولت أيضا حسابات ومنصات على مواقع التواصل صور وفيديوهات تظهر لحظة سقوط طائرة F-35، إلا أن CNN عربي ذكرت في تقرير نشرته أن بعض الفيديوهات والصور المنتشرة حول إسقاط الطائرة مأخوذ من ألعاب محاكاة قتالية مثل DCS أو من حوادث سابقة، ولا ترتبط بأي عملية عسكرية حديثة بين إيران وإسرائيل. أيضا تم تداول هذا الفيديو من قبل المتابعين بشكل واسع على مواقع التواصل. مقاطع الفيديو هذه حصدت مئات الآلاف من المشاهدات والتفاعلات، رافقتها تعليقات إيرانية، تعليقات إيران تسقط طائرة. وعند البحث العكسي تبين أن الفيديو يعود لاعتراض طائرة من قبل منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، اعتراضها لطائرة مسيرة إيرانية أثناء تحليقها، ولا علاقة لهذا الفيديو بسقوط طائرة F-35 المعروفة بالشبح، ذلك كما ذكر موقع CNN. نشر الإعلامي والكوميدي المصري باسم يوسف منشورا عبر فيه عن فقدانه للأمل في تحقيق أي انتصار حاسم ضد إسرائيل أو إنهاء الحرب، الأمر الذي أثار الجدل الواسع. فما الذي قاله تحديدا؟ ذلك المنشور كتبه باسم يوسف على صفحته على الفيسبوك، حيث قال فيه: من أيام 67 مرورا بالعراق لحد اللي بيحصل في السنتين اللي احنا فيهم دول، ما فيش مرة حسينا بأمل عشان انتصار أو كسر العدو، وكان في أخبار عن ترنح العدو وبهدلته، إلا وبعد كده حصلت هزيمة مروعة مفاجئة وانهيار كل شيء بسرعة مرعبة. يا رب أكون غلطان، يا رب أكون غلطان، بس احنا خدنا على أفانا كتير قوي. مشاهدينا، التفاعل كان كبيرا مع منشور باسم بين منتقد وبين من هو مؤيد له. بعد الجدل والانتقادات، انتقادات البعض لمنشوره، رد باسم يوسف كعادته بأسلوبه الساخر وقال: ناس زعلت من البوست بتاع امبارح، يا عمي بلاش إحباط، بلاش انهزامية. كأن قادة الجيش الإيراني بيقرأوا البوست بتاعي فيقرروا أنهم ما يكملوش مثلا. أولا إحنا كلنا بنهبد على الفيسبوك، ويا جماعة أنا بهبد وأنت بتهبد، ده مكان للهبد والتنفيس وفش الغل. تاني حاجة، لو كلامي ما عجبكش أرد عليه، ما فيش حاجة مستاهلة أصل الكون، مش تشات GPT تكتب حاجة يعملها لك. تقبلوا تحياتي.